في ادوات تانية عندنا بتسهل البحث اللي احنا محتاجينه من خلال جوجل باستخدام كلمات معينة. مثلا ممكن نبحث عن الطقس في مدينة معينة، زي مثلا بنكتب ويزر زائد اسم البلد، مثلا عايزين ويزر اسماعيلية، نقوم دايسين انتر، هيجيب لنا النتائج الطقس في اسماعيلية زي ما احنا شايفين. برضو ممكن نسأل عن الوقت في مدينة معينة، نكتب تايم كايرو، او تايم زائد مسافة اسم المدينة زي ما احنا شايفين، هيجيب لنا الوقت دلوقتي في كايرو باليوم. ممكن برضو نستخدم خدمة كالكوليتور، او زي بيدينا آلة حاسبة من خلال البحث في جوجل. يعني مثلا نقول له 5 في 8 زائد 3 أس 6 يساوي، ونقول له انتر، هيجيب لنا زي ما احنا شايفين، هيجيب لنا النتيجة على طول في خلال ثواني. ممكن برضو في خدمة اللي احنا نعرف نحول من وحدة لوحدة. يعني مثلا عاوزين نحول 10 سنتي لبوصة، هيدينا ال10 سنتي دول هيطلعوا 3.9 بوصة. برضو في خدمة تانية لو احنا عاوزين نبحث عن كلمات او مرادفات للكلمات اللي احنا عارفينها، او يعني يتضمن البحث مرادفات للكلمات اللي احنا عاوزينها، هنعمل العلامة دي تبقى شيفت اكبر من او يساوي اكبر من. مثلا عاوزين نبحث مرادفات الفاست فود، هيبحث عن كل المرادفات اللي فيها فاست فود. تعريف ل يعني ايه فلسفة، مثلا بنكتب define والجملة اللي احنا عاوزينها، بيظهر لنا التعريفات اللي احنا عاوزينها. في خدمة تانية بيقدمها جوجل، ان احنا بنحول بين العملات. يعني مثلا عاوزين نحول من 10 جنيه استرليني للدولار، هيدينا 10 جنيه استرليني لكام دولار، هيدينا كام دولار. برضو لو احنا عاوزين حاجة اكمل، يعني او احنا عاوزين نبحث عن حاجة احنا مش عارفينها، زي مثلا اسحاق نيوتن استكشف او اكتشف، احنا مش عارفين، عاوزين جوجل يكملها لنا، هيظهر لنا هو اكتشف ايه، كل الكلام اللي فيه اكتشافات او مكان النجمة، او احنا عاوزين الكلمة مش عارفينها فحاطين نجمة عشان هو يبحث عنها. ودي كان اخر حاجة عندنا في البحث في جوجل او ادوات البحث الاساسية في